العمود او الخازوق زي ما بيسموه، الخازوق او العمود الخشبي على الارض، وبص على الضله، لا مفيش ضله. تصادف السنه اللي بعدها في نفس الميعاد بالظبط كان واقف في اسكندريه، كان موجود في اسكندريه ساعتها، فدق الخازوق نفسه، دق الخازوق ودق العمود الخشبي، وبص على الضله لقى فيه انحراف في الظل بسيط كده. فقال لك، وطبعا كان عارف المسافه بين اسوان وبين اسكندريه، فقال لك ان الزاويه البسيطه دي في نفس التوقيت بالظبط بتاع ان الشمس تكون متعامده على الارض، باختلاف الظل ده، بالمسافه بين اسوان واسكندريه. قال لك ان تقريبا محيط الارض، اولا الارض كرويه بسبب انحراف الظل ده. ثانيا محيط مسافه متوسط مسافه بين اسوان واسكندريه، قاس بيها محيط الكره الارضيه كلها. فقال لك ان الكره الارضيه محيطها تقريبا 40,000 كيلو متر. وده فعلا اكتر ارقام دقه بالنسبه للزمن العصر القديم ده، يعني الكلام ده من 3000 سنه مثلا.